صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا توقيت الفيديو. النهارده بقى كان اليوم الفري بتاعنا، اللي بقى عايز يروح حته يروح براحته. فروحنا بقى النهارده شاطئ عجيبه. طبعا انا ما اقدرش اجي مطروح من غير ما اروح عجيبه ولا اروح حمامات كليوباترا. بس بقى شاطئ عجيبه ده ليه حاجه تانية خالص بجد. القعده فيه هناك كده حلوه قوي حتى من غير ما تنزلي الميه. كفايه بس القعده هناك كده وتاخدي حبه صور حلوه. النهارده بقى رحنا عجيبة ونزلنا بقى وقعدنا على البحر وتصورنا. بس يعني ما نزلناش المية، بصراحة انا بخاف من مية عجيبة، بس مع ان الناس كتير بتنزل وهو البحر حلو. بس انا يعني بحب ان احنا نروح نتصور ونقعد، بس القعدة هناك حلوة قوي. كفاية بس تبقى القعدة كمان من فوق كده وتشم الهوا كده، بجد قعدة حلوة قوي. ولا المنظر بجد جميل. بصوا بقى المنظر، بصوا لون المية اصلا عامل ازاي. بجد لازم لما تروحي مطروح تروحي عجيبة، لان بجد هناك الجو حلو جدا. كفاية بس القعدة اللي تقعديها كده هناك، ولا احلى صور تاخديها هناك. انا يعني الحمد لله كل سنة لازم ازور عجيبة واروح واتصور هناك، تبقى ذكرى حلوة. بصوا منظر الجبل اصلا، بصوا الدنيا هناك عاملة ازاي، المنظر خيال. في ناس بتطلع وتتصور كده فوق على الجبل كده مع شكل البحر، بيدي شكل حلو قوي. رحنا بقى النهارده عجيبة وفي شاطئ تحت الناس بتقعد عليه، بس بصراحة انا ما سألتش الشواطئ تحت الايجار بكام، لاني ما قعدتش اصلا تحت. فكنت مهتمية بس باني انا اصور المنظر كده البحر وجماله، وكمان في نفس الوقت ان انا انزل بقى تحت واتصور، وهجيب لكم بقى المنظر من تحت. اكتر حاجة بتتعبني السلم. بصوا بقى هناك كمان واقفين بيبيعوا التين الاخضر دوت. التين ده يا جماعه مش ني، التين ده مستوي وطعمه مسكر جميل، جميل قوي. واقفين بيبيعوه هناك في عجيبه. وفي ناس واقفه بتبيع هدوم، وفي ناس واقفه بتبيع نظارات، وفي ناس واقفه بتبيع كباعات، وفي ناس واقفه بتبيع تحف. يعني في ناس كتير واقفه بتبيع حاجات. كل سنه لما بروح ببقى الناس دي موجوده كده. وفي ناس كانت بتبقى واقفه بتشوي ذره، بس عشان احنا كنا رايحين بدري. كل ما بتروحي في البدري تعرفي تصوري، لان لما بتروحي متأخر المكان بيبقى زحمة قوي. حلوة جدا عجيبة، بروحوا هناك لما تروحوا مطروح بروحوا تصوروا فيها. بجد حلو قوي. ولو عايزين تقضوا اليوم هناك في البحر، البحر حلو قوي. واليوم اللي كنا فيه كان البحر حلو، بس ليكي حدود ما بتعديش الحدود دي عشان هو كله صخر. دي ناس كده واقفة بتبيع هدوم، وناس بقى بتبيع حاجات خوذ كده وطرح، وفي ناس بتبيع طواقي، وفي الحاجات اللي هي المجات، والحاجات اللي هي بتاعت الفرن. بس طبعا يعني الناس اللي هي تقدر تشيل تبقى تشيل بقى من هناك، بس الحاجات دي الواحد بيخاف ان هي تتكسر. بصوا منظر البحر بقى عامل ازاي، حلو جدا. تاخدي هناك احلى صور، هوريكم بقى في اخر الفيديو الصور اللي خدناها. بجد يعني عجيبة، اللي ما راحش عجيبة واللي ما بيروحش هناك فايته كتير قوي. كفايه بس تبصي كده للمنظر وتقعدي فوق بس على السور، لو مش قادرة تنزلي السلم عشان هو السلم متعب جدا جدا في النزول وفي الطلوع، طويل قوي. بصوا الناس في البحر، بصوا كان البحر اصلا يوميا عامل ازاي، ومنظر بقى كده الجبال. انا بقى كده نزلت السلم، وكل شوية ابص اشوف نفسي نزلت قد ايه. كل شوية ارجع الكاميرا كده واشوف نفسي انا نزلت قد ايه. قفلت الكاميرا في الاخر ونزلت، لان وانا بصور كده ونازلة حسيت ان انا ضغط، السلم طويل. فلو حد معاه يعني حد كبير في السن مش هيقدر ينزل السلم. كفايه بس ان انتوا تقعدوا فوق كده ويشوفوا المنظر ده، منظر حلو قوي قوي. اتمنى لكم ان شاء الله رحلات سعيده. واللي ما بيروحش عجيبه يروح عجيبه. ولو عايزين تقضوا يوم هناك في البحر قضوا يوم. البحر هناك بتاعه حلو جدا جدا، بس فيه صخر، فالناس تخلي بالها عشان بيبقى فيه صخر كده، او زي ما انتوا شايفين كده فيه صخر كده على الجنب. بس في حته كبيره كده ما فيهاش صخر. ده زمان ما كانش في حد بينزله خالص. أنا بقى نزلت لكم تحت كده بقى، بصوا بقى منظر البحر. قعدنا بقى تحت صورنا. بصوا
بصوا بقى منظر كمان هناك الجبال بقى عامله ازاي، وهناك الصحراء دي كبيره. شكل المية اصلا فظيع، وريحة المية كمان انا بحب اقعد هناك قوي. ريحة المية ليها ريحة كده حلوة قوي، كمان البحر هناك مفتوح، القعدة هناك فيه حلوة قوي قوي بجد. السلم بس هو اللي بياخد وقت في النزول وفي الطلوع، انما البحر بصراحة هناك حلو جدا. صورنا كمان بقى صور حلوة هتشوفوها اخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل وتعملي لايك للفيديو، شجعيني بكلمة حلوة مني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولو مش متابعيني على الفيسبوك تابعيني، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.